السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبات الصف الأول الثانوي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. معكم مستر السيد الجمل خبير الفلسفة والمنطق بوزارة التربية والتعليم، وعضو قوافل مصر التعليمية، مستشار جريدة الأهرام المسائي في الفلسفة والمنطق، وحل أسئلة فلسفة البيئة من كتاب الامتحان. يلا بينا علشان ما نضيعش الوقت، واوعوا تنسوا تدعمونا علشان نستمر. طبعا العلامة دي معناها إن ده سؤال موجود في كتاب المدرسة. بيقول لي دراسة أخلاقيات التعامل الإنسان مع المكان الذي يعيش فيه يعد موضع اهتمام. طبعا أكيد فلسفة البيئة، لأن المكان اللي بيعيش فيه الإنسان هي البيئة، وبالتالي يبقى ده موضع اهتمام فلسفة البيئة. إن الفيزياء الحديثة بمنهجها التجريبي أجبرت الطبيعة على أن تكون طوع الإنسان، وأصبح متحكما في مواردها محققا رفاهيته الذاتية. يعلل ما سبق ظهور إحدى مراحل الإنسان أو تعامل الإنسان مع الطبيعة. طبعا المنهج التجريبي والفيزياء الحديثة يعني بيتكلم عن العلم الحديث. طيب العلم الحديث بدأ في مرحلة إيه؟ بدأ في مرحلة الاستغلال والسيطرة. طب حد يقول لي يا مستر هي مش موجودة في الكتاب هنا دلوقتي؟ مش موجودة في الكتاب طبعا، بس تم يعني إصلاحها، أو مكتب المستشار بعت بإصلاح السؤال ده. استغلال والسيطرة ما كانتش موجودة في كتاب المدرسة، يعني السؤال ده من كتاب المدرسة أصلا، بس الاختيار ده ما كانش موجود، ولكن في التقييم بتاع الأسبوع الثاني صلحوها وحطوا الاستغلال والسيطرة عشان هي دي الإجابة الإيه؟ الصحيحة. فطبعا ما فيش ولا إجابة من الموجودين دول صحيحة. الإجابة الاستغلال والسيطرة، وموجودة في التقييم الثاني، يعني تقييم الأسبوع الثاني موجودة هنا في ضمن الإجابات الاستغلال والسيطرة، وهي دي الإجابة الصحيحة لأنه بيتكلم عن المنهج التجريبي والعلم الحديث. يبقى الإجابة الاستغلال والسيطرة. طيب، اتخذ المصريون القدماء الشمس إلها من الآلهة. طبعا بيتكلم هنا، طالما بيتكلم عن الآلهة يبقى بيتكلم عن مرحلة التقديس والتأليه. طبعا السؤال ده احنا كنا أشرنا ليه، كنت نشرت أنا على الجروب إن في سؤال في كتاب المدرسة الإجابة مش موجودة، وبالفعل مكتب مستشار المادة تدارك هذا الخطأ وبعته إصلاح للسؤال. تمام؟ طيب كنا أشرنا ليه، وفي ناس عرضت كلامنا وقالت لا ده الإجابة موجودة. طبعا لا، الإجابة مش موجودة، بدليل إن هم بعتوا تصحيح في التقييم الثاني. رقم 4 سؤال برضه في كتاب المدرسة: إقرار يقدمه المتوفي كدلالة وبرهان قاطع على احترامه للكائنات الحية. طبعا إقرار بيقول إن أنا بريء من كل الكلام ده، من الاعتداء على البيئة. طبعا تعويذ إعلان إيه؟ إعلان البراءة، تعويذة إعلان البراءة. بيقول إن أنا المتوفي بيقول لله إن أنا بريء من كل أشكال التعدي على البيئة أو البيئة أو الطبيعة. إن المياه الملوثة وارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها وعدم النظافة داخل البيت وخارجه تؤدي إلى انتشار الفيروسات. طبعا اللي اتكلم عن انتشار الفيروسات وتأثير البيئة على الإصابة بالأمراض هو طبعا الطبيب علي بن رضوان، طبيب مصري علي بن رضوان. تمام. الاهتمام بدراسة المجتمع الحضري والبدوي. تصنيف المجتمعات على طول يا أولاد يبقى على طول ابن خلدون بيتكلم عن تصنيف المجتمعات وأوجه الخلاف والشبه بينها. هو الفيلسوف عبد الرحمن ابن خلدون مؤسس علم العمران البشري اللي هو علم الاجتماع يعني. لقد أصبح الإنسان العبقري والمخترع حرا في تحقيق احتياجات اللحظة، ولم يعد يفكر في المستقبل التكافلي، مش بيفكر في المستقبل. وده بيتعارض مع كلام هانز يوناس اللي بيقول حقوق الأجيال القادمة، بيدعو إلى حقوق الأجيال القادمة. لقد جئتك يا إلهي خاضعا لأشهد جلالك، جئتك يا إلهي متحليا بالحق متخليا عن الباطل، فلا أظلم أحد ولم أسلك سبيل الضالين. يعني بيقول والله أنا بريء من كل الكلام ده. طبعا تعويذة إعلان الإيه؟ البراءة أمام الإله العظيم. مرحلة نظر فيها المصريون القدماء للطبيعة وظواهرها على أنها عبادة فأطلقوا قرص الشمس آتون. طبعا عبادة الإيه؟ ظواهر الطبيعة. مرحلة الإيه؟ مرحلة التقديس والتأليه اللي هي الخضوع والخنوع. طبعا خضوع مين؟ خضوع الإنسان، وخنوعه واستسلامه للبيئة. وضع طاليس المسألة الطبيعية. طبعا طاليس ده فيلسوف يوناني، والمرحلة اللي بدأت مع الفلسفة اليونانية هي مرحلة الإيه؟ التفسير والتوظيف، والمرحلة التفسيرية. يقول أحد الملوك الفراعنة: فليحيى الإله الكامل المحبوب نو، والد الإله وآلهة التاسوع الكائنات في الأمواه. كلمة الأمواه دي جمع مياه يا أولاد، جمع مية. دي مفتاح الإجابة بقى، مياه مية. يبقى بيتكلم عن المية، يبقى أكيد بيتكلم عن إيه؟ عن نهر النيل. بيتكلم عن نهر النيل لأن أمواه جمع مياه. يبقى المصريين كانوا بيقدسوا نهر النيل. أصبح هناك اهتمام بالكائنات الحية وغير الحية، وتوجيه الإنسان للتعامل السوي مع بيئته الطبيعية. أي الأمثلة التالية يوظف ما تشير إليه العبارة السابقة لإحدى مراحل علاقة الإنسان بالبيئة.
احنا بدأنا الاهتمام بالكائنات الحية وغير الحية في مرحلة ايه؟ الاحترام والصون اكيد طبعا. طيب مرحلة الاحترام والصون هي مرحلة ايقاظ اخلاقيات تحث على حماية الايه؟ البيئة. يقول عبد الرازق الراوي: الانسان احد عناصر البيئيه وليس وريثا شرعيا للبيئه، الانسان زيه زي اي حاجه موجوده في البيئه، ما هوش سيد عليها. ده كلام مين؟ كلام الدو ليوبولت فيلسوف النرويجي واخلاق الارض. يقول موهيت اجادي: البيئه ليست ملك اي انسان ليدمرها، بل هي مسؤوليه الانسان لحمايتها. المسؤوليه، اخلاق المسؤوليه عند مين؟ عند هانز يوناس، مسؤول، انسان مسؤول عن حمايه البيئه، مسؤوليه اخلاقيه. يقول تايلور: طالما أننا نعد الحيوانات موجودات لديها خيرها الخاص بها والذي يمكن حمايته أو تدميره بسبب سلوك الفاعلين الأخلاقيين، فمن المتصور والمعقول أن نعزو إليهم المكانة القانونية لحاملي الحقوق. يعني نحترمهم طالما بقى أن احنا عارفين الحاجات دي يعني مفيدة للطبيعة، المفروض احنا نحترمها. يشير ما تحته خط إلى إحدى مراحل علاقة الإنسان بالبيئة، طبعا مرحلة التحذير من العبث بالبيئة، اللي هي مرحلة الاحترام والصون. نحترم كل ما هو موجود في الطبيعة. سعى تايلور إلى وضع قاعدة عدم الإيذاء، وهي وجوب ألا نؤذي أي موجود في البيئة الطبيعية، باعتبار أن الإنسان جزء من البيئة الطبيعية. الإنسان جزء من البيئة زيه زي أي حد، عضو عادي جدا. ده كلام ألدو ليوبولد في أخلاق الأرض. إن العلاقة بين الإنسان وبيئته الطبيعية يجب أن يسودها الحب والتعاون بين الذات الإنسانية والبيئة الطبيعية. توظف العبارة السابقة إحدى مراحل علاقة الإنسان بالبيئة، طبعا مرحلة الاحترام والصون، تعاون الإنسان مع جميع الكائنات في الطبيعة. يسعى الكثير من الأفراد لقطع الأشجار واستخدامها كوقود خشبي، بحيث تعجز النباتات عن تعويض الفاقد منها. طيب بيقطع بالأشجار وبيستخدمها وبيستغلها أهو، يبقى ده استغلال، يبقى دي مرحلة استغلال. خلاص كده. طيب بعد كده بقى النباتات ما بتقدرش تعوض الفاقد ده، يبقى كده اعتداء على النباتات، يبقى دي مرحلة قهر واستبداد. يبقى هنا المرحلتين هم الاستغلال والقهر. فين هم؟ أهو استغلال مقدرات الطبيعة وقهرها، أهي دي الإجابة الصحيحة. طيب يقول تايلور: من الضروري أن نتحدث عن حماية خير الكائنات الحية بواسطة القوانين التي تضمن معاملتها بطرق محددة وتمنح لها حقوقا محددة. طبعا حقوق الكائنات الأخرى في مرحلة الاحترام والصون، وهي التحذير من العبث بالبيئة. يفيض بالخيرات متعاطفا مع الملك المحترم والشعب له، ويتوقف عن الفيضان. طبعا اكيد بيتكلم عن النيل، طالما بيقول الفيضان يبقى بيتكلم عن النيل، تقديس النهر النيل لدرجة العبادة. يرى بولتير أنه من وجهة النظر الحيوية تتعين علينا إلزامات خلقية تخص النباتات والحيوانات البرية بحد ذاتها، باعتبارها أعضاء مجتمع الأرض الحيوي. أعضاء مجتمع الأرض أكيد بيتكلم عن حقوق الأرض، يبقى بيتكلم عن ألدوليبولد وأخلاق الأرض. يعد التدجين عملية تغيير الجينات على نحو يكفل انتقال خصائص منشودة إلى الأجيال التالية من نوع النبات أو الحيوان، والهدف هو زيادة الناتج من النباتات والحيوانات مقابل إهدارها من الإنسان. طبعا مرحلة الهندسة الوراثية والجينات أكيد مرحلة القهر والاستبداد. أي كارثة بيئية ظهرت في مرحلة القهر والاستبداد. يقول أبو قراط: إنه يجب على الطبيب أن يوجه انتباهه التام إلى المناخ في كل منطقة من المناطق، وإلى تقلبات الطقس الناجمة عن تغير الفصول. تناقش المقولة إحدى الأفكار البيئية المتضمنة في إيه؟ تقديس البيئة، ولا تطبع أخلاقيات البشر بالبيئة، ولا أثر البيئة على صحة الإنسان؟ أكيد أثر البيئة على صحة الإنسان. بيتكلم هنا عن علي ابن رضوان. لو بيتكلم عن تأثير البيئة على انتشار الأمراض والمناخ، يبقى بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن علي بن رضوان. وكان بيقول الطبيب، يعني ده بيتكلم من لغة الطب، يعني بيناقش الفكر البيئي من منظور طبي، يبقى علي بن رضوان يبقى أثر البيئة على صحة الإنسان. دعا فرانسيس بيكون لاستفحال ذاتية الإنسان داخل الفكر الغربي الحديث، إذا كان هدفه تحقيق السعادة عن طريق الكشف عن أسرار الطبيعة، لكن سرعان ما تحول هذا إلى سيادة من قبل الإنسان على الطبيعة. تمام؟ يبقى أنا عندي الكشف عن أسرار الطبيعة اللي هي التفسير. تمام كده؟ طيب وعندي الإنسان هيسود الطبيعة، يعني هيقهرها، يبقى قهر، يبقى تفسير وقهر. يبقى بيتكلم عن مرحلتين هنا، مرحلة التفسير ومرحلة القهر. فين بقى التوضيح اللي هو التفسير أهو، والقهر اللي هو الاستنزاف، يبقى مرحلة التوضيح والاستنزاف أهو. دي المرحلة، دي الإجابة السليمة. يقول الجور: إن لم نغير طريقتنا في التفكير فيما يتعلق بالعلاقة بين الجنس البشري وكوكب الأرض، فإن أولادنا سيرثون أرضا خرابا. تدعو المقولة السابقة لضرورة الأخذ بالفكر البيئي. مين اللي كان بيتكلم عن إن إحنا نحترم حقوق الأجيال القادمة؟ طبعا اللي بيتكلم هو هانز يوناس. تمام؟ طيب فين هانز يوناس؟ بيقول إيه؟ بيقول الاحتفاظ بالموارد الطبيعية وعدم استنزافها عشان الأجيال اللي جاية.
ساهمت مخلفات المصانع والمعامل والأبخرة المتصاعدة من دخان السيارات ومطافئ النفط في إحداث تلوث بيئي هائل. التلوث البيئي على طول في مرحلة الإيه؟ القهر والاستبداد، أي كارثة بيئية في مرحلة القهر والاستبداد. الموقع الذي يسكن فيه الكائن الحي، طبعا ده المعنى اللغوي، ومحدش يقول اللغوي بفتح اللام، لا اسمه اللغوي. بشوف كتير مدرسين وطلبة بيقولوا اللغوي، مش حاجة اسمها اللغوي، المعنى اللغوي، اللغوي نسبة إلى اللغة، خلاص، أو المعنى الاشتقاقي، اللغوي أو الاشتقاقي. يقول جون رولز: رغم أنه من الخطأ تماما أن نتعامل بقسوة مع الحيوانات، فإن الحيوانات والعالم الطبيعي خارج نظرية العدالة، ومن المستحيل أن نمد مبدأ العقد لكي يشملهم بطريقة طبيعية. الكلام ده بيتناقض أو بيتعارض مع كلام ألدو ليبولد اللي قال إن أخلاق الأرض يجب أن تشمل كل ما هو موجود في الطبيعة. يبقى ألدو ليبولد وأخلاق الإيه؟ وأخلاق الأرض. الحماية البيئية يغلب عليها طابع تضحية الأجيال الحاضرة بترك العديد من الموارد دون المساس بها. طبعا حقوق الأجيال القادمة، حافظ على الموارد، هانز يونس. تأكيد الإنسان على أنه لم يقترف الآثام، أنا ما عملتش والله كل الكلام ده. تعويذة إعلان البراءة بيعلن أنه بريء من كل التعدي على يعني البيئة أو أشكال التعدي على البيئة. يقول المفكر آني لابنه أن جمال الطبيعة أمر مفرح، وأنه لا بد أن يشارك في صنع الجمال، ليس فقط بتأمله بل أيضا بأن يزرع بنفسه تلك الزهور التي تسعد ناظريه وتنشر روائحها العطرة في كل مكان من حوله. توظف المقولة إحدى الأفكار الأساسية للفكر البيئي في مصر القديمة، وهي بيتكلم هنا عن إيه؟ أكيد بيتكلم عن حب واحترام مظاهر الطبيعة. يعني هنا لازم تنشر الجمال في كل شيء أو في كل مكان. يبقى بيتكلم على حب واحترام مظاهر مظاهر البيئة. طيب، إجمالي الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر على وجود الكائنات الحية على سطح كوكب الأرض، وتتضمن الماء والهواء والتربة والكائن. طبعا ده المعنى الاصطلاحي للبيئة، المعنى الاصطلاحي للبيئة كل ما يحيط بالكائن الحي ويؤثر فيه ويتأثر به. إن للمناخ أثر عظيم على البيئة، فتغير المناخ في سابق الأزمان هو الذي ساهم في نشوء الحضارات العظيمة في الصين وفي مصر وغيرها نتيجة نزوح، يعني انتقال القبائل من الصحاري الجافة والحارة. وهنا بيتكلم عن الأقاليم أو سماتها الجغرافية. على طول يبقى بيتكلم هنا عن مين؟ عن ابن رضوان ابن خلدون آسف، وتأثير البيئة في المهنة وفي طبائع البشر وفي أحوال البشر. بيتكلم عن عبد الرحمن ابن خلدون. استخدام الرعاة للنار في بيئات شبه جافة كمناطق السافانا في افريقيا، حيث يستخدمون النيران لحرق النباتات الميته في نهايه كل فصل جاف. هنا بيتكلم بيتكلم هنا عن مرحله التبسير والتوظيف، ولا القهر والاستبداد، ولا الاحترام والصون، ولا التقديس والتأليه. اكيد طالما فيها حرق النباتات يبقى مرحله مرحله القهر والاستبداد في حرق النباتات. تمام. لقد حذرت راشيل كرسون في كتابها الربيع الصامت سنه 62. طبعا ده الفترة دي فترة آنية يعني حالية، يعني من الآثار البيئية السلبية المترتبة على المؤثرات الكيميائية. طالما في تحذير من الآثار السلبية يبقى على طول مرحلة الاحترام والصون، أو الحماية والصون، لأن احنا بنحافظ على يعني ما تبقى من البيئة. كده نكون وصلنا لنهاية الأسئلة اختيار متعدد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.